مالكش فلوس عندي وانا الوصل بتاعي معايا، كل اللي اعمله معاك عشان انت بس صاحب عمري وكلنا مع بعض عيش وملح، يوم ما يبقى معايا فلوس هبقى ارجعها لك، غير كده انت مالكش فلوس عندي. سمير غلبان ملوش في المشاكل، مشي محروق دمه، بس عقله ساعتها قرر انه مش هيسيب حد. راح لاتنين صحابه، طب اعمل ايه؟ حكى لهم القصه كلها، قعدوا على القهوه ويفكر يعمل ايه مع دبابه. اكتر حاجه واحد صاحبه قالها له، قال له احنا لازم نعرف مين دبابه ده عشان نعرف ازاي نجيب منه الفلوس. القصه لا هي خناق ولا عضلات ولا فكر، بس لازم نحلل الشخص اللي قصاده. قعدوا هما الثلاثه فكروا ممكن نعمل ايه، دبابه ده ايه، دماغه، افكاره، حياته، ظروفه دلوقتي ومشاكله في البيزنس بتاعه، هو غرقان في ديونه. قرروا يعملوا خطه بنت لذينه. واحد فيهم هيلبس بدله شيك، هيأجروا عربيه محترمه، وهيروح له ان هو مندوب لشركه صينيه عايزه تنزل مصر تفتح شغل، وعايزين تجار تقال يديهم الاسم والبضاعه بتاعتهم عشان يسوقوا كل منتجاتهم ويضربوا منتجات البلاد التانيه. طبعا الراجل ده رايح لابس بدلته، العربيه حاطط سماعه، سمير وصاحبه الثالث قاعدين على القهوه بيسمعوا دبه النمل عشان يقدروا يقولوا له اي حاجه ممكن دبابه يلخبط لهم الخطه بتاعتهم. راح قعد معاه، عرفه، عمل الدخله الجامده. طبعا دبابه اصلا واقع على بوزه وعليه فلوس ودين وحالته بالبلد. طب يلا هعمل ايه؟ قال له لا انت شكلك راجل محترم واحنا سالنا عليك، احنا عايزين نشتغل معاك. دبابه حس ان هو اصلا في كارثه وبيتعلق بقشايه، فتخيل بقى مش قشايه دي، سفينه قش هتيجي تنقذه من البلاوي اللي هو فيها.